ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هشرح لكم حاجة مهمة جدا في الطيران. معظم الطلاب بيغلطوا فيها، وده بيخليهم ان هم يدفعوا فلوس كتيرة جدا زيادة في دراسة الطيران. طبعا احنا عارفين كلنا ان دراسة الطيران مش رخيصة خالص. دراسة الطيران غالية جدا عشان تدرس طيران، وللأسف ده بيبقى سبب لناس كتيرة ان هم ما يعرفوش يدرسوا طيران. فانا جاي دلوقتي عشان اقول لكم ازاي تقدروا توفروا دراسة الطيران. مهما كان هي غالية قد ايه، ساعات ممكن تدفعوا كتير قوي زيادة، كتير جدا زيادة، الافات الدولارات زيادة. فانا هقول لكم النهاردة ازاي انت تقدر توفر على قد ما تقدر في دراسة الطيران. دلوقتي معظم الناس وهم بيدرسوا، سواء وهم بيدرسوا او قبل ما يدرسوا، عايزين بيجهزوا منين؟ بيجهزوا من فيديوهات في يوتيوب زي اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. مفيش اي مشكله طبعا من الفيديوهات في يوتيوب، بس ما تخليش الفيديوهات دي هي المصدر الرئيسي للتعليم الطيران بالنسبه لك. سواء انت لسه بتدرس او عايز ده يساعدك في وسط الدراسه، او عايز ده يساعدك قبل الدراسه، ما تخليش ده المصدر الرئيسي بالنسبه لك انك تتعلم وتعتمد عليه بس. ماشي، اتفرج على فيديوهات في يوتيوب بس ما تخليش ده المصدر الرئيسي. ليه؟ عشان الفيديوهات اللي في يوتيوب والحاجات اللي في جوجل والحاجات دي اللي بتكون سريعه كده، 10 دقايق تتفرج على فيديو سريع كده، دي هتخليك من الاخر متلخبط، مش هتخليك عارف انت بتتعلم ايه ومتشتت في كل حته، بتتفرج على ده وشويه على حاجه على دي، ومن الاخر هتضيع وقت من دراستك. انا هوريكم انا قصدي ايه دلوقتي. ده السبب اللي معظم الستودنت بايلوتس، طلاب الطيران، بيضيعوا الافات الدولارات في الدراسه. دلوقتي هم بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على يوتيوب، جوجل ليرنينج. يعني هم بيعتمدوا على ان هم يتعلموا من يوتيوب، يتعلموا من جوجل وهكذا. بس الحقيقه ان ده اللي هيحصل بالظبط. بص كده، ده هو الاسابيع بتاعتك بعد اسبوع، اسبوعين، 3، 4، 5، 6، وده هو مستوى التعليم اللي هيجيلك. ماشي، هتتعلم الليفل، اندرستاندينج ليفل، هتفهم قد ايه، مستوى الفهم بتاعك. ماشي، فانت لو اعتمدت على فيديوهات في اليوتيوب والتعليم من جوجل والحاجات دي، ايه اللي هيحصل؟ هتتعلم طبعا، بس هتتعلم بطريقه بطيئه جدا. يعني بعد اسبوع هتبقى متعلم شويه، وهتتعلم شويه بعد اسبوعين، بعد 3 اسابيع، 4 اسابيع هتبقى متعلم، بس في الاخر هتبقى مستغرب، وهتبقى مش فاهم كويس انت فين وانت بتتعلم ايه. هتبقى من الاخر هتبقى لخبطه، هتتلخبط. ولكن لو اتعلمت من مصدر واحد بس تعتمد عليه، جواه كل حاجه هتساعدك انك تفهم كل حاجه انت محتاجها عشان تدرس طيران، يبقى بالطريقه دي مش هتحتاج تقعد طول الوقت ده تتعلم، او تضيع وقت زياده وفلوس زياده ومشاكل انت فاهم قصدي؟ فازاي تعتمد على structured ground school؟ ده اللي بنسميه structured ground school، اللي هو تعليم مهما كنت قاعد فين. عايز تقعد في البيت، عايز تقعد في النادي، ممكن. اهم حاجه لو معاك لابتوب، معاك تليفون، معاك اي جهاز، ممكن تاكسس السكاي بريب اونلاين بايلوت جراوند سكول. وايه السكاي بريب ده؟ السكاي بريب ده بيجهزك لدراسه الطيران، او بيساعدك لو انت في وسط الدراسه. يبقى سواء انت ناوي تدرس طيران، سواء انت في الدراسه والموضوع بالنسبه لك صعب شويه، الجراوند سكول دي هتساعدك انك تفهم كل حاجه بيقولوها وكل حاجه هيقولوها. انا شخصيا انصحك جدا تشترك في سكاي بريب، بدل ما تبقى هتاخد اكتر من شهور عشان تتعلم اللي ممكن تتعلمه في اسبوعين. انا بقول لك كده عشان انا جربت. انا زمان كنت بتعلم من يوتيوب، قعدت 4 سنين بتعلم من يوتيوب كل حاجه عن الطيران. وانا بقول لك ان طبعا هي يوتيوب كويسه، بس زي ما بقول لك هتاخد وقت منك كتير قوي. يعني عشان تتعلم حاجه هتاخد وقت كتير، عشان انت الفيديوهات دي مش موجوده بطريقه ان هي ماشي انت اتعلمت ده تمام هتعلم ده بعديها تمام، عشان انت فهمت ده هتتعلم ده. بالطريقه دي الموضوع بيبقى اسهل واسرع بكتير جدا، وهيوفر لك كتير جدا. ماشي،
انا بقول لك كده عشان ما تعملش نفس الغلطه اللي انا عملتها. انا قعدت 4 سنين بتعلم من يوتيوب، بس كل اللي انا اتعلمته ده انت ممكن تتعلمه حرفيا في شهر من موقع سكاي بريب اللي هو نظام سكاي بريب. ماشي؟ فايه بعد اسبوعين هتلاقي نفسك فاهم كل حاجه، والبروجرس هتلاقي نفسك التحسن عندك بقى سريع جدا. فلو انت عايز تاكسس وتبقى عندك اكسس لسكاي بريب، انا حاطط لك لينك في الكومنتس هنا تحت، انزل تحت هتلاقي لينك في الديسكربشن وفي الكومنتس، دوس عليه واشترك مع سكاي بريب على طول. اول ما تدفع هيبقى معاك اكسس لكل الفيديوهات، عباره عن 8 فيديوهات 16 لسن هتجهزك لدراسه الطيران وهتفهمك كل حاجه، هتفهم قصدي لما تشترك. بس كده. لو عندكم اي اسئله مهما كان اعملوا كومنت تحت، وبس كده. شكرا جدا، كان معاكم امير خليفه، واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.